سوق الانتقالات الصيفي يبدأ يسخن بقوة. صراعات مثيرة على اللاعبين بين كبار أوروبا وأندية الدوري الإنجليزي. ليفربول، ريال مدريد، وبورنموث في قلب المعركة. في أقل من دقيقتين على ستاديوم بيت، إليكم أبرز أخبار الميركاتو اليوم. الخبر الأول: ليفربول يتحرك نحو لاعبين. نبدأ من الأنفيلد. تقارير الديلي ميل تؤكد تحرك ليفربول لتعزيز الهجوم والدفاع. الريدز يستهدفون ثنائي بورنموث الشاب ميلوش كيركيز ودين هويسين، بالإضافة لمهاجم فرانكفورت هوجو إيكيتيكي. هناك احتمالية لضم لاعب وسط جديد. النادي قد يودع أيضا داروين نونيز وأرنولد بنهاية عقده، مع أنباء عن اتفاقه مع ريال مدريد. الخبر الثاني: بورموث يستهدف لاعبي ليفربول. على الجانب الآخر، نادي بورموث ليس متفرجا. نفس الصحيفة تشير إلى أن بورموث يستهدف ضم 3 لاعبين من ليفربول. الحارس كويمين كيليهير هو الأقرب للرحيل. أيضا لاعب الوسط هارفي إليوت قد يرحل لعدم المشاركة بانتظام، بجانب بندوك المعار حاليا. بورنموث يريد مواهب الريدز. الخبر الثالث: ريال مدريد وكيركيز. والخبر الأبرز الذي يربط الخطوط: ريال مدريد ينضم لسباق التعاقد مع نجم بورنموث ميلوش كيركيز. تقارير سكاي سبورتس تؤكد اهتمام الملكي بهذا الظهير الأيسر، الذي يعد أيضا هدفا قويا لليفربول ومانشستر سيتي. اللاعب الشاب يريد ضمان اللاعب أساسيا، مما يجعل الصراع عليه قويا جدا بين كبار أوروبا. سوق الانتقالات يعد بالكثير من الصفقات المثيرة هذا الصيف. أخبار متضاربة ومصالح متقاطعة بين الأندية. ترقبوا المزيد. شاركونا رأيكم في التعليقات. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناة ستاديوم بيت وتفعيل الجرس. إلى اللقاء في خبر جديد.